بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء النواب المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرب المايك على نؤيد ما جاء في كلمة كتلة الشعب التي سيلقيها معالي عبد الكريم الدغمي. سلام على أهلي في البادية الشمالية، بادية العز والشموخ. سلام يعطر سماء وطني من قبيلة السرحان. سلام على جباه الرجال التي لوحتها الشمس، وسواعدهم التي تبني وتحمل السلاح. سلام على أخواني الذين حملوا ويحملون السلاح لحماية الوطن والذود عن حماه. وسلام على خنادقهم وبيارقهم ورائحة بارود بنادقهم. سلام على الأمهات أخوات الرجال وصانعات الرجال، وبالرغم الجوع والعوز يقفن شامخات شموخ الجبال. مرحى لكل نشمي ونشمية يحملون القلم والمعول، وقلوبهم ملأى بحب الوطن وقائد الوطن. من هنا أحييهم وأعاهدهم أن أكون خادمتهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إن قدر هذه البقعة الطيبة الطاهرة أن تكون وسط محيط ملتهب، مع ما يرافق ذلك من تحديات داخلية عديدة وكبيرة. نقدر كل هذا ونفهمه جيدا، ولكن من أوصلنا إلى هذا المكان أخوة وأخوات لنا تكالبت عليهم الظروف، فلهم احتياجات وعندهم هموم وأنهكتهم أعباء الحياة، ولديهم مشاكل يريدون حلها، ويرفعون أكف الضراعة للمولى أن يحفظ البلد وقيادته الهاشمية، ويتطلعون لكم من خلالنا بأعين ملؤها الأمل بأن نساعدهم ليعيشوا بكرامة في وطن الكرامة، ويعتصرهم الألم والضيق بسبب ضغوط الحياة وهمومها. سعادة الرئيس، الزملاء الأكارم، وجب علينا جميعاً أن نتجاوز المفهوم الشعبي السائد عن البادية بأنها صحراء لا حياة فيها، فهي تمتلك المخزون الأهم من المياه الجوفية والمراعي والثروة الحيوانية، وتساهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. والتجارب التنموية في البادية الشمالية، وخاصة التي قام بها الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ومركز بحث وتطوير البادية والعديد من المؤسسات الوطنية الأخرى، أكدت قدرة البادية على تحقيق نتائج كبيرة في مجالات التنمية المستدامة في حال توفرت الرؤية الاستراتيجية للإدارة المتكاملة لهذه المناطق. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الأفاضل، لقد أصبح لزاما علينا ونحن نستنشق عبير المئوية الأولى لتأسيس دولتنا الحبيبة أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة علينا لنضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان. فلذلك لا بد من دعم حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، وحق الصحفيين بالحصول على المعلومة بكل شفافية، ولا بد من فتح حوار وطني شامل تنخرط فيه كل مؤسسات الوطن للوصول إلى تفاهمات حول القوانين الناظمة للحريات العامة وحقوق الإنسان. وهنالك أمر لا يقل أهمية عما سبق، ألا وهو إيجاد قانون انتخاب عصري يلبي طموحات المرحلة، وأن يصار إلى تعديله كلما دعت الحاجة، لا تغييره جذرياً كما هي العادة الآن. ولا ننسى كذلك محاربة الواسطة والفساد والمحسوبية، وإعادة النظر بالهيئات المستقلة من خلال الإلغاء والدمج، وخاصة تلك التي ترهق موازنة الدولة، والإبقاء على بعض الهيئات التي تساهم في بناء الوطن وتقوية الاقتصاد. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمون، مهنة المعلم هي أسمى المهن وأرقاها وأعلاها شأناً، فهي مهنة الأنبياء والرسل عليهم السلام. فالمعلم يبني الإنسان ويصنع الغد المشرق، وهو الذي ينشئ جميع الأجيال. ولكي تستمر مسيرة العطاء في دوره الكبير في النهضة التنموية والثقافية والاجتماعية، يجب وضع حلول ناجعة لرد الاعتبار لهذا القطاع في ظل السياسات التعليمية غير مستقرة في الوضع الراهن. فالتعليم قضية وطن،
ويؤسفني القول بأن التعليم في البادية الشمالية غير مرض على المستويين العام والعالي، ولا يلبي الطموح، وبدأ بالانحدار السريع، وذلك لأسباب عديدة. فالمباني المستأجرة غير مناسبة، والحكومية تنقصها الصيانة، والسياسات التربوية غير الثابتة، وتغيير المناهج المتكرر غير المدروس قادت جميعها إلى التجهيل. لذلك نطلب من الحكومة التدخل العاجل. ولا يفوتني من هذا المنبر أن أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة آل البيت ممثلة بالرئيس عطوفة الدكتور عدنان العتوم، ولجميع كوادرها للجهود المبذولة للارتقاء بهذا الصرح العلمي المميز في منطقتنا، وكذلك في مجال التنمية المستدامة مع المجتمع المحلي. وأطالب الحكومة بدعم الجامعة مالياً واستحداث كلية الطب لما لها من أهمية بالغة. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الأكارم، تعتبر البادية الشمالية من أهم مراكز الإنتاج الزراعي في المملكة، وذلك من حيث الإنتاج النباتي والحيواني في المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة، وتوفر مصادر الري والمراعي والكوادر البشرية المؤهلة جعلت من البادية مصدراً مهماً للمحاصيل الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية المتنوعة. وبالرغم من ذلك فهناك العديد من مكامن الضعف التي نتأمل من المعنيين متابعتها وحلها، وأهمها ارتفاع كلفة الكهرباء والاختناقات التسويقية وأغلاق سوق الدول المجاورة والضرائب العالية على مدخلات الإنتاج الزراعي، وعدم قدرة المزارعين على تسديد القروض، وعدم وجود مركز علمي زراعي ومختبرات مزودة بتجهيزات لفحص التربة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع أسعار المحروقات ونقص العلاجات البيطرية، وعدم مراعاة مصلحة المزارع في قرارات استيراد الأغنام وتصديرها. وللارتقاء بهذا القطاع يجب فتح أسواق خارجية جديدة وتخفيض كلف التصدير وإيجاد مشاريع لتصنيع الصوف وتأمين العلاجات البيطرية ووضع حد للاعتداءات على المراعي. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمون، إن الاستقلال الاقتصادي للمرأة يشكل أساساً التمكين في مختلف المجالات. لذلك نطلب من الحكومة بذل المزيد من الجهود للنهوض بمكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد من خلال العمل على تعديل التشريعات ذات العلاقة، والعمل على حمايتها من الكثير من الجهات التي تبحث عن مكاسب من خلال اتخاذ المرأة شعار لها. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الأكارم، طريق بغداد الدولي المشكلة العابرة للزمن والعابرة للحكومات والمعضلة القديمة الجديدة والمتجددة، طريق دولي بالاسم، وعلى الأرض لا نرى سوى مشهد الحوادث، ولا نسمع سوى أصوات سيارات الإسعاف، ولا نشتم إلا رائحة الموت. فرفقاً بنا ورفقاً بأبنائنا، لا بد من حل مشكلة طريق بغداد، فقد طفح الكيل، وبتنا نعتقد وبشكل جازم أن العمل على هذا الطريق يفتقر إلى خطط العمل الاستراتيجية، ويحتاج إلى قرار جريء لحل مشكلتنا جذرياً. وقد دعت حكومات سابقة بحل هذه المشكلة، ولكنها وعود ذهبت أدراج الرياح. ومن خلال المجلس الكريم والرئاسة الجليلة أطلب من الحكومة وضع الحلول وبالسرعة الممكنة، ورصد المخصصات على الموازنة للبدء بتنفيذ هذا الطريق وبشكل فوري. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمون، إن العادات الحميدة في مجتمعنا الأردني كثيرة جداً، منها الإسراع في تهدئة النفوس، ومن خلال المتعارف عليه بالجلوة العشائرية، وبالنظر إلى مفهومها العام في ميزان الإيجابية والسلبية، وبناء للمتغيرات الحياتية والسكنية التي طرأت في وقتنا الحاضر. فالناس يعيشون في بيوت ثابتة، وأصبح عندهم المصالح الثابتة التي يستفيدون منها، والتزام أبنائهم بالدراسة في مكان سكناهم، وكذلك وظائفهم. فهذه الأمور وغيرها يساهم في تكبيد الناس الكثير من الخسائر المختلفة. فالجلوة العشائرية في وضعها وشكلها الحالي هي عقوبة جماعية تحيا وتعلو بقوة التقاليد، مع أن الأصل إيقاعها أي العقوبة على الجاني وحده، وكذلك رفض جميع الأفعال الانتقامية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة جراء ذلك.
أطلب من الحكومة ومن خلال الرئاسة الجليلة ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل يعالج هذه الظاهرة غير المحمودة في مجتمعنا الأردني، ويدعى له خبراء القانون العشائري من شيوخ العشائر وقادة المجتمع وفقهاء القانون المدني للخروج بخلاصة تشريعية جديدة تلائم الحاضر في مدنية دولتنا، وفي تعزيز منظومة القيم المجتمعية الحميدة، في نبذ العنف بجميع أشكاله، ومن خلال إحلال السلم المجتمعي وفرض سيادة القانون الذي يخدم حقوق المواطن وحمايتها والوفاء بها. وتحمل مرتكب الجريمة وحده دون أقاربه العقوبة الرادعة التي يستحقها. سعادة الرئيس المجلس الكريم، إن الجائحة التي مرت علينا أثبتت أن الكوادر الصحية وبالرغم من نقصها كانت على قدر المسؤولية وقد تحملت أعباء عظيمة، لذلك نطلب من الحكومة دعمها وتحفيزها، وكذلك تعديل المعايير للمتقدمين للوظائف الحكومية لتشمل خريجي السنوات السابقة ولو بنسبة ومحاصصة نسبية، وبالأخص زملاء الممرضين والممرضات، لأنهم أثبتوا جدارتهم وعلوا مكانتهم في خدمة الوطن. ومن هذا المكان أحيي زملائي جميع كوادر وزارة الصحة ممثلة بمعالي وزيرها الدكتور نذير عبيدات، ولما قدموه ويقدموه خلال هذه الجائحة التي مرت بنا. يعاني القطاع الصحي في البادية الشمالية من جملة من المشاكل، أبرزها النقص في أطباء الاختصاص وازدحام المرضى في العيادات الخارجية ونقص الأدوية والكوادر البشرية الطبية والفنية وضعف الرعاية الطبية التي تقدمها المستشفيات الحكومية. وأما بخصوص المراكز فهي بحاجة لتزويدها بأطباء الاختصاص وسيارات إسعاف مهيئة، وبعض المراكز يحتاج للتوسعة مثل مركز صحي السرحان الشامل ومركز مغير السرحان الشامل. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمون، تعتبر البادية الشمالية كنزاً ثقافياً وتاريخياً يستدعي تكاتف الجهود كافة للحفاظ على المواقع الأثرية المختلفة والتي تضرب في أعماق التاريخ، وتطوير هذه المواقع يحتاج إلى وضع خطة عمل عملية من خلال دراسات يشترك فيها مختصون بالمجال، ورصد مبالغ كافية لعمل الصيانة الضرورية للمواقع الأثرية، مع التأكيد على ضرورة استحداث مديرية تعني بالسياحة والمواقع الأثرية في لواء البادية الشمالية، والاهتمام بشكل كبير بأثار سما السرحان وأم جمال وأم مسرب وتسويقها سياحياً، والعناية بأعمال الترميم والصيانة لها، وإعطاء أولوية التوظيف لأبناء البادية الشمالية في منطقة المفرق التنموية الخاصة وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، والعمل على تطوير مكب الإكيدر بطرق علمية ووفق دراسات مسبقة، وذلك كونه أصبح مكرهة صحية ومصدر لتلوث البيئة ومصدر إزعاج للسكان وخاصة للقاطنين في قضائي حوشة وسم السرحان، وكذلك معاملة البادية الشمالية كوحدة واحدة، وإلغاء الفصل بين البادية الشرقية والغربية في التعيينات وخاصة في مجال التربية والتعليم، إعادة اعتبار منطقة قضاء سم السرحان كجيب فقر، كذلك لتوفير المعايير الخاصة بذلك، ولما لهذا التغيير من أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي ينعكس على سكان القضاء، وقد كان أحد جيوب الفقر سابقاً وتم إخراجه ونجهل الأسباب. ولدى دائرة الانتخابية دائرة بدو الشمال جملة من المطالب أضعها في الأمانة العامة من خلال الرئاسة الجليلة، مع تأكيد على تلبية جميع مطالب دائرة الانتخابية التي تقدم بها وذكرها سعادة الزميل القريب الباشا غازي السرحان. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الأكارم، إن الاستقرار الذي ننعم به هو نعمة من الله، ويتطلب منا جميعاً أن نصونه ونحارب كل من تسول له نفسه العبث به أو النيل منه. لذا نهيب بالمعنيين بمواصلة تقديم كل أشكال الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، فهم مصدر اعتزازنا وفخرنا، ولهم منا كل التحية والتقدير. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمون، إن دعم الشعب الفلسطيني اعترابه الوطني هو واجب علينا، وأطالب الحكومة
بأن تتعامل مع الاحتلال معاملة الند للند، وباتخاذ خطوات جادة لرفع الظلم عن أهلنا، مقدرين الجهود الجبارة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في كل محفل بهذا الخصوص. وفي الختام أقول: التحديات التي تواجهنا كثيرة وكبيرة، ولا بد من مواجهتها بالعمل المخلص الجاد، واحترام سيادة القانون، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية. حفظ الله وطننا آمنا ومطمئنا، ليبقى عزيزا شامخا قويا بقيادته الهاشمية المظفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.